المؤمن في الشتاء يرتع بين جنبات هذه الزهور، إما بطول القيام في الليل، إما بالصيام في هذا النهار القصير البارد الذي لا يحس معه بالظمأ، إما بالصدقة للمحتاج خصوصا في هذه الأيام الباردة الشديدة. طول الليل يتقلب في ربيعه في طول الليل بين قراءة للقرآن، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الله امتدحهم آناء الليل وأطراف النهار، إما بالتسبيح ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود، إما بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر يبدأ في ثلث الليل الأخير، فكيف إذا طال هذا الليل الناس يملون من كثرة، فيرتع الإنسان إما بالصيام إما بقيام ولو ركعة في جوف الليل، يعني يصادف فيها نزول الرب عز وجل ينادي هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فعندما يتجلى العبد في هذه الليلة ويعني يكشف الحجاب بينه وبين ربه بتكبيرة الإحرام، فيبدأ يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين قراءة للقرآن، بين تسبيح، بين دعاء، بين استغفار. فما أجمل، هذا هو الربيع الحق. هذا الربيع الحق هو أنه طال الليل فقام، وليس القيام جزء، ليس المقصود بالقيام اللي هو قيام الليل الصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم، ينام يتذكر الآخرة، أراد أن ينقلب جنبه تذكر القبر وظلمته، أراد أن ينام تذكر فقام. لعلها ربما هذه آخر ليلة في هذه الدنيا، لعل الليلة المقبلة هي ليلة أخرى في حياة أخرى، طريح بين أهله وأولاده يودع فيها أهله، والليلة الآخرة هي دار آخرة إن كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد، كما في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب، يمد له في قبره مد بصره ويفرش بالروح والريحان ويفتح له باب الله الجنة وينظر إلى بيته وأهله وماله ونعيمه، ثم يأتيه شاب في أجمل صورة وفي يعني أطيب ريح، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، سريعا إلى طاعة الله بطيئا أو بعيدا عن معصيته، فيؤنسه إلى يوم القيامة. إذن هذه الليلة يستعد لها الإنسان، يستعد لها بأن يقدم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.